حتة حديد في حديد، بس خلت الناس كلها تعتبرها المكان اللي بتتكلم فيه بكل صراحة. يعني لا تقولي دكتور نفساني ولا قعدة المطبخ ولا أي حاجة من الكلام ده. العربية اتصممت عشان تنقلك من مكان لمكان، وأكيد طبعا مفيش يوم من الأيام جه مهندس من شركة تويوتا قال لك والله أنا هخترع عربية عشان تخلي الناس اللي جواها تتكلم بكل صراحة وتقول حاجات كانت مخبياها من سنين. بس الحقيقة إن ده بيحصل فعلا. طب إيه السر ورا الموضوع ده؟ أكيد في حاجة. لما بتيجي تقعد مع حد وانتوا الاتنين باصين لبعض، دماغك بيبدأ يقرا وشه باستمرار. كل تعبير صغير واي حركه للحاجه وكل رد فعل مهما كان صغير، وبيبتدي وشك بكل بساطه يعدل كل كلام هو بيقوله على حسب التعبير اللي بيعمله بوشه. بس في العربيه بقى الموضوع مختلف. انتوا الاتنين باصين للطريق في نفس الوقت ومحدش فيكم باصص للتاني، فدماغك بتبتدي توقف تعديل الكلام على حسب تعبير الشخص اللي قدامك، لان انت كده كده مش شايفه. وهنا بقى بتبتدي تقول كلام عمرك ما كنت تفتكر انك هتقوله في اي مكان قبل كده. الفضايح بتبتدي بقى هنا. يعني اي مكان مغلق وصغير احس فيه بالامان وممكن ابحبح عن كل اللي جوايا. وده بيعتبر استجابه بدائيه قديمه للبحث عن مأوى من ساعه ما الانسان ما اتخلق، وهو دايما بيدور على مأوى عشان يحتمي فيه. والعربيه بقى بتخليك تحس بنفس الاحساس ده بالظبط. يعني اول ما بتركب العربيه دماغك بيحس ان هو محمي ويبتدي يقول حاجات ربنا يستر من اللي هيحصل بعدها. نيجي بقى للسواق. السواق عنده مهمه تانية، وانه بيسوق ومركز في السواقه جامد قوي. يعني قدرته على اخفاء مشاعره بتقل، وقدرته على انه يمثل ان هو بخير وتمام ومفيش اي حاجه برضه بتقل. والدراسات بتقول لك ان واحد من كل 8 اشخاص بيختار العربيه بالذات عشان يعمل محادثات هو مستحيل يعملها في اي مكان تاني. و16% بيقولوا ان العربيه هي المكان الوحيد اللي ممكن نكشف فيه عن اكبر اسرارنا. فعايزك بقى تخلي بالك قوي، عشان لو حد سالك اي حاجه في العربيه او انت حسيت ان انت عايز تفضفض، لازم تفكر قبلها كويس وتشوف هل هتعرف تمسك نفسك ولا لا، لان محدش عارف اللي انت هتقوله ده ممكن يحصل من بعديه ايه، لان انت في المكان اللي الاسرار بتتسرسب فيه واحده ورا التانيه وانت مش حاسس. قول لي بقى امتى اخر مره ركبت فيها عربيه واتسرسبت في الكلام وقلت حاجات ما كانش ينفع تتقال؟